الزمالك بيتعادل سلبيا مع انبي في منافسات الدوري. مباراة فيها سلبيات، فيها مشاكل، خسرت فيهم نقطتين، فيها استفزاز. كل ده انا متفق معاك فيه، ولكن انت خسرت نقطتين، يعني ما خسرتش الدوري. انت ما زلت لحد دلوقتي موجود على الصدارة. متفق معاك ان كابتن معتمد جمال كان عنده اخطاء وسلبيات النهاردة، ولكن اللي مش متفق معاك فيه هي النغمة اللي دايرة على السوشيال ميديا. اصل كابتن معتمد جمال بيكسب بدعاء الوالدين. اصل كابتن معتمد جمال بيكسب بروح اللعيبه وبالحظ. لا يا معلم، الراجل ده لو كان بيكسب بدعاء الوالدين ما كانتش زمانه في الصدارة دلوقتي بعد ما كان في موسم منتهي. لا، الحظ لو هيخدمك مرة مش هيخدمك التانية ولا التالتة، ولو خدمك المرة دي اعرف ان انت بتشتغل. كابتن معتمد جمال ليه كل التحية والتقدير، عمل لنا موسم من لا موسم، عمل لنا منافسة من لا منافسة. على فكرة عزيز الزملكاوي، انا ولا بدافع عن معتمد جمال ولا بدافع عن اللعيبة. اللي بيكلمك دلوقتي ده هادي المحلل، لان هادي الزملكاوي لو كان بيكلمك كنت هتلاقي زعيق وهتلاقي انتقاد وكنت هتلاقي شتيمه وكنت هتلاقي هجوم وكنت هتلاقي كل ده. بس والله يا عزيز الزملكاوي، انا لو شايف ان الانتقاد والزعيق هيجيب نتيجه كنت زعقت وانتقدت، ما عنديش اسهل منهم. ولكن احنا لازم دلوقتي نتحلى بالصبر كده ونهدى شويه. ان شاء الله ماتش الاهلي ده يخلص بالتعادل او خساره الاهلي هيكون في صالحنا جدا. وعندنا ماتش الاهلي ده الماتش اللي هيحدد بنسبه كبيره جدا بطل الدوري. وانا بقول لك من دلوقتي، بص احنا امتى؟ النهارده الاثنين، الماتش بتاعنا قدام الاهلي يوم الجمعه. الزمالك لو ما كسبش الاهلي يوم الجمعه اللي جايه دي، الزمالك ما يستحقش ياخد الدوري ده قولا واحدا. فانا شايف يعني عزيز الزملكاوي، تسمح لي اقول لك رايي، ان الهجوم ملوش اي لازمه، الانتقاد ملوش اي ستين لازمه. لا، انت تقعد دلوقتي تدعم اللعيبه وتدعم المدير الفني. النهارده اللعيبه ما كانتش احسن حاجه في الملعب في الشوط الاول تحديدا. معتمد جمال يمكن كان عنده افكار بيحاول يطبقها وطبقها بالفعل، والافكار دي ما نجحتش. وبالمناسبة يعني ده بيحصل مع أكبر المدير الفنيين في العالم كله. ساعات بيجي عليهم وقت كده تحس إن هما بيألفوا في التشكيلة وبيألفوا في الخطة بتاعتهم. طبيعي ومنطقي. يمكن كابتن معتمد جمال وثق واعتمد على أحمد ربيع في نص الملعب، وأحمد ربيع خذله وخذلنا أنا كمان وخذلكوا كلكوا. واحد زي سيف الجزيري معتمد جمال اعتمد عليه النهارده، ولكن سيف الجزيري خذل معتمد جمال وخذلني وخذلكوا. كذلك الامر مع واحد زي اخوان بتزيرة اللي النهارده بيضيع فرصتين اسهل من بعض، فرصتين بجوان. دي الفرص دي مش هتجيلك في ماتش زي انبي. وصدقني يعني لو في حد فعلا يستحق ان هو يتهاجم فهو اخوان بتزيرة وناصر منسي اللي ضيعوا كورتين النهارده اسهل من بعض. اخوان بتزيرة النهارده نازل تفكيره كله في ماتش الاهلي. كذلك الامر مع ناصر منسي، يمكن النهارده 90% من اللعيبه تفكيرهم كله في ماتش الاهلي. كله عايز يحافظ على نفسه وعايز يحافظ على الجهد البدني بتاعه الماتش الاهلي. كذلك الامر على فكره مع معتمد جمال اللي النهارده بيريح عدي دباغ من بدايه المباراه، بيريح ناصر منسي من بدايه المباراه، بيريح واحد زي فتوح وادم كايد ومحمد السيد واللعبه دي كلها. وبصراحه يعني انا كان تفسيري للتشكيله اللي انا شفتها من كابتن معتمد جمال ان كابتن معتمد نزل بالعناصر البديله وواحد زي شيكو بانزا وسيف الجزيري واحمد ربيع في نص الملعب عشان يحاول يمتص حماس لاعبي انبي في الشوط الاول ده، يحاول ان هو يجهدهم بدنيا، وفي الشوط الثاني ينزل بقى العناصر الاساسيه بتاعتك عشان تحاول تخطف جول. ولكن بالطريقه دي انت اولا عملت ريسك كبير جدا، لان واحد زي سيف الجزيري بقاله فتره كبيره جدا مش بيشارك. كذلك الامر مع شيكو بانزا، وكذلك الامر مع احمد ربيع اللي هو 90% من مشاكل نص الملعب كانت بسببه هو. ميس باص، عدم طلوع بالكرة، عدم تحركات، عدم فتح مساحات، عدم اي حاجه. ما كانش بيقدم كرة قدم النهارده احمد ربيع. فبيتم بقى تعديل الامور في الشوط الثاني بعد ما ضيعت من حضرتك 45 دقيقه بلا فايده، بلا كرة قدم، بلا اي حاجه خالص. في الشوط الثاني بينزل احمد فتوح وناصر منسي. كان في برضه شويه تغييرات كده انا استغربتها جدا، يعني نزول محمد السيد في مباراه زي دي انا مستغربه بصراحه، وعدم نزول ادم كايد. ادم كايد على فكره كان عندي في الدكه الماتش ده. استمرار عبد الله السعيد لحد الدقيقه 80 وهو عنده 42 سنه. ليه ما تنزل يا عم ادم كاد من بدري شويه، يتحكم اكتر في رتم اللعب وفي نص الملعب؟ استمرار شيكو بانزا ال 90 دقيقه كامله في ارض الملعب وهو تقريبا مش عارف يستحوذ على الكوره ثانيتين ثلاثه على بعض. دي حاجه انا استغربتها جدا من كابتن معتمد جمال. اللي مزعلني بقى كزملكاوي من المباراه دي ان احنا تعادلنا مع انبي، وانبي دي بالذات بقى حط لي عليها كده 50 خط. يعني فريق زي انبي ده مخسرني 5 نقاط في الدوري بتاع الموسم الحالي ده. فريق مستفز ولعبته بارده ولعبته مستفزه ولعبته بتكسر في اخوان بتزيره، ولعبته عايزه تعمل معانا فاولات وبتكسر فينا وبتلعب بجرينتا وروح وكانهم بينافسوا على دوري ابطال افريقيا.
لا يعني يا جماعه اقسم بالله كان نفسي النهارده لعيبه الزمالك تنزل تديهم درس، ولكن يعني عقده بالنسبه لي كده. انبي عقده، انبي بقت عقده النهارده رسميا كده. انبي عقده بالنسبه لي النهارده. خسران منها الدور الاول وبتعادل معاها على ملعبي وسط جمهوري في الدور الثاني. يعني حاجه بصراحه مستفزه جدا. وتاني حاجه مزعلاني برضو كزملكاوي ان كابتن معتمد جمال ما استفادش من اخطائه ولا اتعلم من اخطائه في مباراه بيراميدز. يعني انت في مباراه بيراميدز دي نزلت الشوط الاول نفس اللي انت عملته في الشوط الاول في مباراه انبي. نزلت انت اللي مستحوذ على الكوره، انت اللي بتتحكم في رتم اللعب، ولكن مش عارف تطلع بالكوره ليه؟ عشان الديفندر بتاعك لا يفقه شيء عن كره القدم، سواء احمد ربيع او محمد اسماعيل في الماتش اللي فات، وانا كلمتك عن الموضوع ده. عامة عزيز الزملكاوي قبل ما ندخل على تقييم اللاعبين، مباراة مستفزة مباراة فيها اخطاء وسلبيات ولكن حضرتك لسه ما خسرتش الدوري. ان شاء الله باذن الله عندنا ماتش قوي جدا وماتش مصيري قدام الاهلي، وبقول لك من دلوقتي وبقول لك من مكاني ده ان الزمالك لو خسر لا قدر الله من الاهلي يوم الجمعه احنا ما نستحقش الدوري. ما نستحقش الدوري لان ماتش الاهلي ده عايز رجاله تنزل تقاتل في الملعب. هم كسبونا، هم ارجل مننا ويستحقوا الدوري عننا، ده قولا واحدا كده. تعال نبدا بتقييم اللاعبين. المهدي سليمان النهارده ما جاتلوش كور كتير، ممكن اديله 5/10 او 6/10. حسام عبد المجيد ومحمود حمد الونش يمكن دول اكتر اتنين فعلا كان بيقاتلوا النهارده، ودول يمكن هم اعلى اتنين عندي في الفريق. حسام عبد المجيد ممكن اديله 7/10، ومحمود حمد الونش اديله 7/10 هو كمان. عمر جابر لا تعليق على عمر جابر، لا تعليق على عمر جابر واداء عمر جابر وشرط القياده اللي موجوده في دراع عمر جابر. عمر جابر هو كابتن فريقي، كابتن الفريق اللي المفروض يحمي لاعب زي خوان بتزيرا النهارده. خوان بتزيرا عارف اللي هو لو فتح بقه بس هياخد انذار وهيتوقف في ماتش الاهلي، عشان كده لا بيعترض ولا بيضرب ولا بيتعارك ولا بيعمل كل ده. والف تحيه لاخوان بتزيرا على اللي هو عمله، لكن المفروض مين يتكلم مكانه؟ الكابتن بتاعي. لكن الكابتن بتاعي في الكنافه خالص، مش فارق معاه بقى اخوان بتزيرا يتضرب، اخوان بتزيرا يتصاب، اخوان بتزيرا ما يلعبش ماتش الاهلي، لا. عامه محمود بنتايج ماتش كويس جدا النهارده. المحمود بنتايج بصراحه ماتش كويس جدا دفاعيا وهجوميا، ممكن اديله 7/10 هو كمان. احمد ربيع لا تعليق على اداء احمد ربيع، 0. ويمكن 0 دي انا كده بجامله شويه على الميس باص اللي عمله النهارده، وعلى حاسس ان هو نازل بيلعب ركبه بتخبط في بعض، معرفش ليه بصراحه والله يعني بجد. محمد شحاته بسم الله ما شاء الله على محمد شحاته في كل مكان في الملعب، وارجل لاعب عندي طارق حامد اقسم بالله ممكن اديله 6/10. لا لا لا، محمد شحاته ممكن اديله 8/10 النهارده على الاداء الرجولي، بس مش على اداؤه كفنيات في الملعب، لا الاداء الرجولي اللي انا محتاجه في ماتش زي ده. عبد الله السعيد ممكن اديله 5/10. اخوان بتزيرا اسوأ مباراه لاخوان بتزيرا شفتها له من زمان قوي النهارده، ممكن اديله 2/10 على الفرص الكتيره قوي اللي ضيعها والكورتين اللي كانوا ممكن يغيروا شكل المباراه بالكامل. شيكو بنزا ما زال برضو شيكو بنزا ماتش كويس و10 لا، ممكن اديله 3 أو 4/10. المهاجم بتاعي سيف الجزيري 0/10، ما كانش ليه اي تأثير النهارده. التبديلات عدي الدباغ برضو ما كانش ليه تأثير. ناصر منسي يمكن بقاله اكتر من مباراة اداؤه مش اللي هو، ومش بيلعب باللي هو وبيأنن شوية، ممكن اديله 4 أو 3/10 النهارده. محمد ابراهيم الولد الناشئ اللي بينزل من على الدكه مش خايف وبيلعب احسن من الكابتن بتاعي، اديله 7/10. محمد السيد النهارده واحمد فتوح نزلوا وعملوا شويه عبث كروي كده في ارض الملعب، فطبعا دول بره التقييم. كابتن معتمد جمال ممكن اديله 4 أو 3/10 النهارده على التأليف والعك اللي عمله في الشوط الاول. عادي عزيزي الزملكاوي، مباراه وعدت، اهم حاجه الماتش اللي جاي قدام الاهلي باذن الله. كان معاكم ادي هشام، مع السلامه.